انت متخيل ان اول دواء نفسي في العالم اتولد بالصدفه؟ لان كان معمول عشان مرض الصرع ويهدي العمليات الجراحيه، مش معمول عشان الاكتئاب وغيره خالص. بس اللي حصل بعد كده غير كل حاجه تماما، لانه اشتغل على كيمياء المخ. وده مش كفايه، لان الانسان عنده افكار وعنده عادات وعنده تقاليد وعنده معتقدات. الدواء النفسي بطبيعته بيبدا ياثر على الهرمونات. عندك هرمون السيروتونين، عندنا هرمون الدوبامين، عندنا هرمون النور ادرينالين. والهرمونات ديت مسؤوله عن مشاعرك وطاقتك ونظرتك للحياه. لما بتاخد الدواء النفسي او العلاج النفسي بيبدا ان هو يظبط المعدلات الكيميائيه في المخ، وبتحس ان انت مرتاح او ان انت احسن شويه. بس المشكله لو طريقه تفكيرك زي ما هي سلبيه، بتحس باي حاجه ان هي تهديد او فشل او خطر. وهنا بيجي دور العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT، عشان يقدر ينظم لك تفكيرك ويبدا يعيد هيكله الافكار السلبيه اللي في دماغك، عشان تقدر تتعامل في حياتك بطريقه سلسه ومرنه، وتقدر تتفق مع اي حاجه انت محتاجها. عشان كده اول ما تجيلك مشكله نفسيه ما تلجاش للعقاقير او الادويه النفسيه. الاول لازم تعرف ايه هي المشكله ومتطلباتها عشان تعرف تعالجها صح، ان كانت علاج معرفي سلوكي او كانت ادويه. سلام.